عن رواية الكاتب الكبير يحيى حقي. قدم لنا المخرج الكبير حسين كمال واحد من أهم أفلام مدرسة الواقعية في السينما المصرية، فيلم البوسطجي اللي اتعرض لأول مرة سنة 1968 وكان علامة فارقة في تاريخ كل اللي اشتغل فيه. ده يا سيد وجاموسة كمان. يا حلاوة حلاوة، نهارنا فل. القصة بتحكي عن شاب اسمه عباس بيشتغل بوسطجي في مكتب بريد وبيتعين في قرية نائية في الصعيد. شاب جاي من المدينة متعلم وعنده إحساس قوي جداً بالظلم وإنه موجود في المكان الغلط وشايف نفسه أعلى بكتير من المكانة دي. في البداية بيحس بالملل والعزلة، لكن فضوله بيخليه يبدأ يفتح خطابات أهل القرية ويقرأ أسرارهم. فهي دي التسلية الوحيدة اللي كانت قدامه في وسط المنفى اللي اترمى فيه، ومن هنا تبدأ المأساة. فمن جواب للتاني ومن حكاية للتانية فجأة بيلاقي عباس نفسه قدام جوابات من بنت اسمها جميلة للشاب بتحبه. إليك قبلات حارة وأشواقي. معقول الولية الكركوبة دي تستحمل قبلات لسه وحارة كمان؟ مع الوقت عباس لقى نفسه دخل في عالم مش بتاعه، عالم كله مشاعر مكبوتة وضغط اجتماعي وعذاب بسر دفين على وشك إنه يتفضح. عملتيها يا جميلة، يا مصيبتك يا حلال، يا فضحتك، يا ويلك يا سوادلان. انجدين يا خلي ابوي يوافق على خليل. يوافق بعد اللي حصل؟ يغير كلمته؟ ما انت عارفه ابوك، ما انت عارفه ابوك. الفنان الكبير شكري سرحان قدم الدور بأداء داخلي هادي ومتوتر في نفس الوقت، معتمد على النظرة والصمت أكتر من الكلام. شخصية مش شريرة بالمعنى التقليدي، لكنها ضعيفة وفضولها وأنانيتها هم اللي بيسببوا الكارثة. هو كان دايماً قادر يفهم الطبقة النفسية للشخصية اللي بيقدمها، وده خلاه ينجح جداً في تحويل النص الأدبي المكتوب لإنسان حي قدام الكاميرا. ولا بيهنا لي منام بسبب ما حصل. شكلي بقى مفضوح يا خليل، أمي عرفت ووشها اسود. أنا لازم النهارده أروح بدري عشان جواب البنت الغلبانة دي يلحق الصدر بتاع 9. المسألة دخلت في الجد. أما زيزي مصطفى اللي جسدت دور جميلة فمثلت براءة الضحية قدام مجتمع قاسي، مجتمع الصعيد المحافظ اللي الشرف فيه مسألة حياة أو موت، واللي بيتحول فجأة لساحة صراع لما السر يتكشف. المخرج الكبير حسين كمال صور أحداث الفيلم في صعيد مصر في أماكن حقيقية، وده اداله صدق بصري كبير، خاصة إنه اعتمد على الطبيعة القاسية للمنطقة، الجبال، الصمت اللي عزز الإحساس بالعزلة، كأن المكان نفسه شريك في الدراما. فيلم البوسطجي مش بس فيلم متقن فنياً، ده كان واحد من الأفلام اللي واجهت المجتمع بسؤال صعب عن الاختيار وازدواجية المعايير وقسوة مفاهيم الشرف والعار وتحكم الجماعة في مصير الفرد، وعن القهر الاجتماعي اللي ممكن يحول الضحية لجاني. عمل واقعي صادم، بسيط في شكله، عميق في معناه، ونقل بحرفية كبيرة ومنتهى الشاعرية عالم الصعيد البعيد بكل أسراره وعاداته وتقاليده. وده كان سبب اختيار البوسطجي
عشان يكون في المركز ال12 في قائمة أهم 100 فيلم سينمائي مصري، لأنه أثبت إن الجريمة مش دايماً بتيجي من الشر، لكن أحياناً من الضعف والهشاشة الإنسانية، ومن مجتمع بيخنق أفراده لحد ما يحصل الانفجار.